إيه الاخبار؟ عاملين ايه؟ النهارده هعمل معاكم سلطه خضار مشوي بتطلع حلوه قوي وكمان مفيده جدا، فيلا بينا نعملها مع بعض. اول حاجه هجيب البطاطا وجزر، هحط عليهم زيت زيتون وشويه بهارات هكتبها لكم في الكابشن، وهدخلها الفرن قبل الخضار التاني عشان بياخدوا وقت شويه اكتر. وبعد ما حطينا البهارات هنقلبهم شويه مع بعض، وده شكلهم بعد ما طلع من الفرن. هحط عليهم باقي الخضار وهقلبهم مع بعض وهدخلهم الفرن تاني. تالت خطوه هي البروكلي، هسلقه الاول قبل ما ادخله الفرن معاهم، وهدخله في الاخر خالص. وهنا الثوم هسويه في الاير فراير، وعندي كمان الذره هقطعه وهسويه على النار من فوق في نقطه زيت زيتون، واحط عليهم كمان بهارات. ده شكل الخضار بعد ما طلع من الفرن. زودت عليهم الذره ورشه كمان زعتر. وعايزه اقول لكم كمان ليه حطيت البروكلي في الاخر خالص، عشان ما يطيريش معانا، فحطيته قبل ما الخضار يستوي خالص لان انا كمان سلقته. وبس كده هنقدم السلطه بتاعتنا، بجد بتطلع خطيره. تقدروا تعملوها جنب اي اكل مشوي، تقدروا تعملوها جنب الفراخ، بتطلع حلوه قوي. كمان الدريسنج هكتبه لكم في الكابشن. رشيت عليهم كمان من فوق بذور عباد الشمس. جربوها وقولوا لي رايكم. بالهنا